زمان كنت اعاني ان الطرد دايما يلزق في المولد. لو انت بتعاني تعالى اوريك ازاي نعمل احلى طرد شل. تعال ندوق. وقبل ما ابدا في طريقتين اعمل الطرد. السبلاج ميثود اللي هو هعمله النهارده، والكريمنج ميثود هبقى اعمله فيديو تاني بعدين. طبعا طريقتهم مختلفين تماما والنتيجه النهائيه قريبين من بعض، فرق بس شويه في التكستشر. هجيب البوله مصفى دقيق، سكر بودره، وهنخلطهم مع بعض كويس، وملح والمون باودر، وعليهم هنزل بمكعبات زبده تكون بارده، وهقلبهم بالفرد لغايه لما يدوني قوام ترابي والزبده كلها تتكسر. ده القوام اللي انا عايزه، اللي هو عامل زي براد كرامز او التراب. لو انتوا في جو برد ممكن تقعد معاكم ربع ساعه، لو الجو دافي ممكن 3 4 دقايق، فعلى حسب الجو بتاعك. هرجعها تاني للميكسر وهشغل الميكسر على اقل سرعه، وانزل بالبيض تدريجيا شويه بشويه. اول ما تكون عندي عجينه هوقف تقليب. خلاص هنزل بالعجينه. الكميه دي هفردها على 3 شيتس تقريبا 300 جرام للواحده. هلم بس شويه وهضغط عليها شويه بس بالراحه بايدي عشان اسهل لي في الفرد. وخلاص هاخد العجينه اغطيها بلاستيك راب وادخلها الثلاجه لمده ساعه، العجينه بس ترتاح، بعد كده افرد. طرت رينج يكونوا برفوريتد. هاخد كل رينج ومكعب زبده كده وادهن الرينج من جوه. خلاص بقى لها ساعه في الثلاجه، احطها دلوقتي بارشن بيبر وافردها، وبايدي كده احاول اكبسها ان هي ساقعه لسه. هاجي من النص اطلع قدام وافردها، وبعدين من النص وارجع لورا. هفردها على سمك 3 مللي. خلاص كده فردتها 3 مللي، وهدخلها من الفريزر نص ساعه يجمدوا وابدا اقطع. خلاص بقى لها ساعه في الفريزر وجمدت. فك البارشن بيبر من ناحيتين وهي مجمده بسرعه. هاخد الرينج وهقطعها وهحطها في بارشن بيبر صغيره زي كده. خلاص دي التانية هعمل بيها الستريبس، وخلاص هقطعهم ستريبس. هاخد الرينج وهحط الستريب كلها جوه. طبعا يا جماعه ضروري جدا نشتغل بسرعه عشان الطرت لما تبقى سخنه تبقى صعب فردها. من جنب واحد هضغط عليها كده عشان الزقها في الجناب، واجي عند الحته اللي فيها الزياده ديت وبالسكينه كده بالراحه واقطع واضغط عليهم عشان بس ايه الزقهم مع بعض، وبالسكينه هشيل الزياده بالشكل ده. كده بقى عندنا طرد خرافي. وهاخدهم من الفريزر نص ساعه يجمدوا. خلاص جمدوا ورصهم على صينيه عليها برفوريتد مات. الطريقه دي ضروري جدا نستخدم برفوريتد رينج وبرفوريتد مات عشان ده بيعمل اير سيركيليشن للهواء، وكمان المات بتساعد. لو ما عندكوش رينج كده مخرم هنضطر نعمل حاجه اسمها بلايند بيكنج. لو عايزين نعملها لكم اكتبوا لي في الكومنتات. خلاص كده ادخلها الفرن على درجه حراره 170 لمده تقريبا ربع ساعه 20 دقيقه لغايه لما يا دوبك يحمروا حاجه بسيطه قوي. وفي النص هقلب الصينيه عشان الحراره توزع مظبوط. خلاص يا جماعه استووا. شوفوا ازاي الرينج بيطلع بكل سهوله. خلينا نسمع. الخطوات اللي جايه هعمل بيهم حشوات، فاتفرجوا عليا لو انتوا حابين. ما تنسوش تعملوا لايك وشير الفيديو لو عجبكم. سلام.